السلام عليكم. معكم مستر ماينكرافت جو، واليوم راح نفسر نظرية اختفاء لاست مودد. ظهرت بعض المقاطع تقول أن لاست مودد لقد مات. هل تعتقدون أن لاست مودد مات أم أنه اعتزل اليوتيوب أو شيء من هذا القبيل؟ نلاحظ أنه اختفى منذ سنتين، وما يعني 2020 في أيام الكورونا، ولقد احتفل ب2 مليون مشترك على اليوتيوب. ولديه مقطع آخر يقول أنه غاب لمدة 4 شهور، وذلك نستنتج أنه اختفى في عام 2019 4 أشهر كاملين، ومن ثم رجع إلى اليوتيوب. فهذه الحلقة يعني نلعب سرفايفل جيمز اللي هو بالعربي تعاب العيش، يعني ترجمة. فإن شاء الله تستمتعوا. فدحين لسه ما بدأنا احنا. لما نبدأ يعني دحين أنا حقطع التصوير، لما نبدأ أنا حكمل. طيب يلا نشوف. رجعنا لكم دحين حنكمل اللعبة. يلا باقي 50 ثانية، 50 ثانية ويبدأ الجيم، أو 40 يعني مكتوب تحت. فشوف كيف حق سعودي، ترى تصرف مع عرب في سرفايفل جيمز. فاللي ما يعرف اللعبة اللي هو ايش هذه الجستات، فلازم أول ما يبدأ الجيم لما يكون 0 ثانية باقي تاخذ جستات وتهرب. اللي يبقى في الجيم يعني لازم تقتلوا بعض زي كذا. اللي يبقى في الجيم لازم 3 يبقوا، لما يبقوا 3 يبدأ الديث ماتش. لو بدأ الديث ماتش هذا خلاص في تحت لافا وزي كذا، اللي يفوز يفوز واللي يخسر يخسر خلاص. فيلا 4 3 ادعون. هجوم. جس جول حلو. ستيك مشروم. ما في شيء. شرد. وهنا لاست مودد نشر منتدى يقول به أنه حي يرزق قبل سنة من اختفائه، وهو يقول أنه أصبح طبيب، وأنه قرر أن يدرس ويترك اليوتيوب لفترة معينة ويعود له مرة أخرى بشكل قوي. وهذه هي فقط نتائج التعليقات عن هذه المشاركة في المنتدى، وأنهم يباركون له أنه أصبح طبيب وهو لم يمت ولم شيء، ولا تصدقون الخرافات الموجودة في اليوتيوب.